نزلت اشتر كتكوت. نزلت كده انا كرة عين الساعه 6 الصبح، واحنا طبعا ما نمناش. ليه بقى؟ عشان فرحانين. ليه؟ جوز راح يقبض 50,000 جنيه، راح بقى فتح الدكان ده وقال لي تعالى نسرق الكتكوت ده نروحوا بيه. قلت له يا اخويا حد الله ما ركبش انا كتكوت مسروق. قال لي بنت تعالي. قلت له يا اخويا انت بقى اولا مش بتعرف تسوق، وطلع يجري ورايا بيه كان هيطرطشني. المهم بقى اضطريت ان انا اركب معاه بقى وخلاص. قال لي تعالي بقى ناخده صوره قدامه كده شبه الناس الكتكاتيه كده علشان يبقى دليل علينا. راح يجري زي الرهوان وبس عمه من خدين وجاي يقول معايا 50,000. والله يا ولاد الفلوس حلوه بجد والله العظيم. المهم بقى اداني منهم 50 جنيه. قلت له اعمل بيهم ايه دي؟ قال لي روح اجيب بيهم شويه مشتريات. انت معاك 50,000 ومديني 50 جنيه اجيب بيها شويه مشتريات ولا اقول لك؟ وعادي. رحت بقى جبت اول حاجه من 50 جنيه عصير قصب عشان هو بيحب عصير القصب. قلت له خد يا حبيبي خد يا حبيبي باللي ريقك. وراح بقى جاب لنا فول وعجينه وجه. رحت بقى اجيب عيش وجيت. والشبشب ده طبعا لزوم العيش ملوش دعوه بالطقم طبعا. ورحت بقى عند طنط بتاعه الخضره دي. قلت لها يا طنط لو سمحتي ممكن تديني خضره. جبت من عندها خضره وجيت. رحت بقى عند طنط بتاعه الجبنه دي. قلت لها يا طنط ممكن تدينا جبنه نفطروا بيها. اديتنا والله ست وتوسط واديتنا خسايه كمان، لا شاريها طبعا مش حتال. المهم بقى رحت بقى قلنا نشتروا فواكه طالما هنفطر يبقى لازم نحله. رحنا بقى اشترينا خوخو بقى وعنب وتفاح واديله، ظبطنا المسائل يعني. المهم بقى ايه، رحت جبت جبنه تركي وجيت. ورحت جبت ليمون من عند عمو بتاع الليمون ده. قلت له خد يا حبيبي بقيت ال50. قال لي لا والله. قلت له طبعا عشان ست موفره ومدبره. قلت له خد بقى بوكيه الورد ده هديه مني ليك، والنعناع ده عشان اعمل لك شاي بالنعناع ولا ليمون بالنعناع اللي انت عايزه حبيبي. وعيش سخن بقى بس ايه في قلبك يا اختي في قلبك. قال لي هتعملي بقى بالفاكهه دي. قلت له تعالى بقى معايا المطبخ وانا اوريك. حطيتها كده وقعدت اغسلها من يمين لشمال وشمال ليمين ومن فوق لتحت وتحت لفوق واديله اديله. قلت لها بقى الفواكه حلو كتير، موز وخوخ ومانجا وتين. اي نعم ما كانش فيه مانجا وتين. قلت يا بنت مش مشكله المهم ان احنا ندلع كرشنا. حطيت بقى بيضه ليه تتسلى عشان انا مش عايزه بيض مسلوق. وحطيت الفول وحته سمنه بلدي بقى ورحت مدبلاه واديله ادي في قلبك يا اختي. وجبت الجبنه القريش حطيت عليها زيت وملح وكمون وقال لي حط عليه شويه فلفل اسمر. لقيت الكرسي ده مش جايب معايا نتيجه، حطيت الكبير طبعا وانا قصيره ومش طايله وريقي ناشف ويا بت وعادي. المهم بقى جيت عملت فلافل. دي يا ولاد مش فلافل دي شمس منوره. قال لي تعالي بقى اوريكي. قال لي البيض على طريقه الشيف فريك السوري. قلت له يا اخويا مش بعرف اقلي ولا اتابي عايز افقش البيضه في دماغي. وجعتني والله دماغي. فقاش اول مره ما تكسرش قام فقشها مره كمان والبتاعه جامده وقام كسرها وحطها كده وراح حاطط ايه بقى، حاطط فلفل اسود. وقلت له اوعى بقى كده وسع لي صلي على النبي وملح. ولو لسه ما عملتوش متابعه عيب قوي وانا سحلانه منكم ولا ماسكه دماغه وبعيط دماغي بتوجعني. وقام سايبها لي على النار وراح ماشي. مش كنت يا عم بتعمل البيض انت؟ المهم بقى حطيت الفول في الطبق ورحت حاطه له نص ليمونه كده عشان النكهه في قلبك يا اختي. رحت بقى حاطه له طبق الفاكهه ده. قلت له والله يا اخويا طبق الفاكهه ده ما شفته من ايام العاده ابو جهل في فيلم الرساله. حطينا بقى فطورنا الجميل اللذيذ البسيط. وتعالوا اتفضلوا معانا بقى. عزومه مراكبيه طبعا. انتوا مش هتيجوا بجد وجداني يعني. هايدي بسم الله. انت مالك قلبتي تركي مره واحده كده؟